أنا أرملة وعندي كل أولادي متجوزين، والحمد لله عندي أحفاد، ما عدا آخر واحد في ولادي. هو في سن العشرينات ولسه مش متجوز. أنا ربيت كل ولادي على الدين وتأنيب الضمير وخوفهم من ربنا ومن عقابه، والحمد لله ولادي كلهم كويسين وبيتقوا الله في كل أمور حياتهم. جوزي اتوفى من 2 سنين، وكان دايما على خلاف مع ابني الأخير، وبيتخانق معاه كتير ويطرده بره البيت، وأنا كنت بغلطه وأقوله ربي ابنك في حضنك، ربي ابنك في بيتك، مش الشارع اللي هيربيه. الولد اتغيرت أخلاقه كتير بسبب وجوده في الشارع، بقى غير اخواته خالص، ودلوقتي وصل بيه الحال انه بقى يسرقني. اي فلوس معايا في البيت يسرقها ويقولي ما خدتش حاجة. انا كنت باخد فلوس من شغلي علشان طلعت معاش، وكنت شايلة الفلوس دي علشان احج بيها، لان امنيتي الوحيدة اني اروح احج. وفعلا قدمت على الحج وما طلعتش في القرعة، وبقول الحمد لله. وبعدها اكتشفت سرقة الفلوس، وشفت ابني وهو بياخدها، وانهارت واخواته طردوه من البيت، وفضل اسبوع بره البيت. وسألت كتير عليه، قالولي هيضيع ابنك، هيضيع، رجعيه البيت. وفعلا رجعته، بس ما كنتش عارفة ابص في وشه. وبعدها عملت جمعية تاني وقبضتها، واخته قالت لي هاتيها انا هشيلهالك، علشان ما يعرفش مكانها فين، لاني ما بقتش اثق فيه لدرجة اني بقفل اوضتي من كتر عدم ثقتي فيه. وبنتي مخبية الفلوس في شقتي برضو، بس فين معرفش. بسألها الايام دي بقول لها هاتي الفلوس علشان اقدم للحج، لان التقديم بدأ. وما لقيناش الفلوس، لقيناها اتسرقت، وانهارت وجاتلي جلطة، وحالي لا يعلمه إلا الله. واخواته طردوه تاني من البيت وبيعالجوني، والحمد لله عرفت أتكلم، لأني كنت فقدت النطق خالص ووشي اتعوج. أنا قلت لهم أنا مش عايزاه تاني، ما يدخلش هنا تاني، وأي ورث مني محروم منه، لكن ورث أبوه ياخده علشان ما كنش ظالمة قدام ربنا. وانا دلوقتي قلبي مولع بسبب الخيانة. انا ربيته على الدين زي ما ربيت اخواته، ومصممة المرة دي على رميته في الشارع. انا عندي حق ولا انا غلطانة؟ فدوني، جزاكم الله خيرا. حبيبتي الف سلامة عليكي، ربنا يشفيكي ويعافيكي. بس انا عايزة اقولك ان انتي غلطانة. انتي في بداية كلامك قلتي ان اخلاقه اتغيرت من كتر رميته في الشارع. تفتكري لما ترميه في الشارع مرة تانية هو هيتغير؟ للأسف مش هيتغير. ابنك محتاج حاجتين: أول حاجة حد يصاحبه ويسمع منه ويعرف ماله وإيه مشكلته وعنده إيه، وتاني خطوة إنه لو محتاج علاج نفسي يتعالج، لكن مش محتاج إنه يترمي في الشارع، لأن الشارع ما بيصلحش حاجة، الشارع ما بيعالجش حد. خدي ابنك في حضنك وحاولي تصلحي اللي اتكسر، واغفريله وعديله وسامحيه واعذريه. رميته في الشارع هي السبب من الأساس، كانت غلط. ربنا يهديهولك ويصلح حاله وتسمعي عنه كل خير يا رب، ويكمل شفاكي على خير. دي كانت حكايتنا النهاردة، مستنية رأيكم في التعليقات. ما تنسونيش في اللايك والشير وسابسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي بترفع الفيديو. واستنوني في فيديو جديد.